أهلا بكم في قناتنا قناة ترند النجوم لأخبار الفن والفنانين. قبل بداية متابعة الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصل لكم كل ما هو جديد من قناتنا. بعد فيديو العلاقات بدون زواج، تفاصيل إحالة رهف القحطانة للنيابة العمومية السعودية. كشفت وسائل إعلام سعودية أنه تمت إحالة مشهورة السناب شات رهف القحطاني على أنظار النيابة العامة بعد أيام مشاركتها مقطع فيديو مثير للجدل مع متابعيها روجت خلاله لمعلومات مضللة وغير صحيحة عن الهيئة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأفادت صحيفة المرصد المحلية بعلمها أنه تمت إحالة مشهورة سناب شات السعودية رهف القحطاني النيابة العامة بعد نشرها معلومات غير صحيحة عن الهيئة على علاقة بشأن خاص بإرغام من يتم ضبطهم في خلوة غير شرعية بالزواج لمدة 2 أو دفع مهر 1000 ريال سعودي. ومعلوم أن رهف القحطاني كانت قد نشرت مقطع فيديو على حسابها في سناب شات قالت خلاله: إذا مسكوا بنت مع رجل، الخبيثون للخبيثات والطيبون للطيبات، ترى رجعت الهيئة. وتابعت المشهورة السعودية المثيرة للجدل حديثها قائلة: طبعا يزوجونك البنت وسنتين تقعد معك ما تطلقها، وإذا طلقت البنت تسجن 10 سنوات وأيضا 1000 جلدة شهرية. وقبل أن تستدرك، غير أن مهرها لا يزيد عن 1000 ريال سعودي لأنها رخيصة، ومن رخصت نفسها رخص مهرها، ولا يسمح لها المطالبة بمسكن لأنها راح تسكن معك بنفس الغرفة. ولفتت في ختام حديثها: رجع نظام الهيئة، الحين راح تنظف البلد. رجعت الهيئة. وتفاعلا مع تصريحات السعودية رهف القحطاني، شارك ناشطون توضيحات قانونية ساقها مواطنها المحامي مروان الجابري، تحدث خلالها عن العقوبة المتوقعة لرهف القحطاني بعد بث شائعات عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة العربية السعودية. وأوضح المحامي الشاب خلال مقطع فيديو أن رهف القحطاني زعمت أن من يتم ضبطه مع فتاة في خلوة غير شرعية يتم تزويجهما، ويشترط أن لا يطلقها الرجل لمدة 2 عام ولا يزيد مهر الفتاة عن 1000 ريال سعودي. وأكد الجابري أن ما قالته غير صحيح ويدخل ضمن الجرائم المعلوماتية، وأضاف قائلا: العقوبة قد تكون السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال سعودي، أو إحداهما أو كليهما. والله مالي شغل، والله جاني خبر قلت خلني أفزع. بفتح تيك توك ولا انستغرام، بفتح من والمشكلة ريت على اساس ما قصدي شيء. المشكلة لا في مصدر ولا في، يا جماعة لا حد ياخذ من رهف ولا نصيحة، يعني ما في مصدر، ما في ليه اعطيني اللي هم يرسلوا لي مين هذا يعني يبغوا يوقعوني بالكمين.